عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس خفيا على أحد حالة المبالاة التي يعيشها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وصراحة يعني الواحد ما كانش مركز في الحالة دي، وكان بيظن إن هي مثلا متوفرة في المحيط الضيق بتاعه، إن أصبح عند الناس حالة من اللامبالاة، بمعنى إن الاهتمام بالموت والحياة والأحزان والأفراح، الاهتمام بحال بعضهم، الاهتمام بالأحوال المجتمعية، الاهتمام بالأحداث الجارية، الاهتمام حتى بالأحداث العالمية سواء كانت سياسية اقتصادية عسكرية أي حاجة. المجتمع أصبح عنده حالة لامبالاة تجاه هذه الأحداث، ويعني أخشى ما أخشاه أن تتحول هذه الحالة إلى حالة ثابتة في قيم المجتمع أو حالة مستمرة في حياة المجتمع، وده في تقديري يعني حالة ما بتؤثرش على الشعوب إيجابيا، ولكن بيكون تأثيرها سلبي على مقدرات المجتمع وعلى تطور المجتمع وتقدمه ومواكبته لأحداث العصر وللتكنولوجيا وللتحول الحضاري. فيعني حبيت ألفت نظر الباحثين والمختصين، لأن أنا مش مختص طبعا في هذه الأحداث، ولكن بطبيعة الحال مهتم بأمور مجتمعي أو محب للمجتمع، أو حابب دايما إن احنا نكون مجتمع سوي ومجتمع قادر على إنه هو يواكب العصر والتقدم الحضاري. حالة هذه اللامبالاة يعني أصبحت يعني فجة، أصبحت ظاهرة منتشرة، يعني لدرجة إن أنت ممكن ينظر الإنسان من شرفة منزله فيشاهد حادث على الطريق فيه موتى، فيه مصابين، فلا يهتم بهذا الحدث إطلاقا، أو يعني يقف وقفة المتفرج من الشرفة. هذا لم يكن يحدث في السابق. من الممكن أن يعني يأتي الإنسان خبر موت جاره فلا يهتم، موت قريب له فلا يهتم، يعني كل الأحداث الجارية يعني بدون تفاصيل. حبيت ألفت يعني نظر الباحثين في هذا الموضوع إنها أصبحت حالة عامة في المجتمع المصري، وحالة يعني تشبه يعني السمت العام، وهذه كارثة، والله المستعان والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.